تخيل إن كان في ملكة حكمت مصر بقوة جبارة، وبعد ما ماتت في حد حاول يمسح وجودها من التاريخ تماماً. إزاي ده حصل؟ وليه؟ النهاردة هنرجع بالزمن 3000 سنة، ورحلتنا المرة دي مش لوحدنا. معانا يوسف، طالب في 5 ابتدائي، بيعشق التاريخ وعايشه بخياله. إحنا دلوقتي واقفين قدام تمثال مكسور، وده مش مجرد صدفة، دي كانت محاولة لاغتيال الذاكرة نفسها. القصة بدأت لما الملك مات فجأة وساب وراه طفل صغير. هنا ظهرت حتشبسوت. في الأول كانت مجرد وصية على العرش، بس بعد شوية قررت تبقى هي الفرعون. ومش بس كده، دي لبست لبس الرجالة وحطت اللحية الملكية وقالت للكل أنا ابنة الإله آمون. والغريب إنها نجحت فعلاً، وقدرت تخلي مصر في عصر ازدهار وقوة ملهمش مثيل. وهنا بيظهر شخص غامض اسمه سينموت، راجل بسيط من عامة الشعب، بس قدر يوصل لإنه ياخد أكتر من 80 لقب ملكي. كان هو المهندس بتاعها، وهو اللي بنى معبد الدير البحري العظيم. بس في سر أكبر من كده، في نفق سري بيوصل بين مقبرته ومقبرتها، وفي تماثيل بتلمح لقصة حب كانت مستخبية بين السطور. وفي مقبرته حصل اكتشاف صدم الكل، أول خريطة نجوم في التاريخ. المصريين القدماء رسموا كوكب المريخ كأنه مركب ماشية بالعكس، وده بسبب ظاهرة فلكية اسمها الحركة التراجعية، يعني كانوا فاهمين أسرار الفلك قبل زمانهم بكتير. لو لحد هنا القصة شدتك، اعمل لايك واكتب في الكومنت نكمل عشان نكشف باقي الأسرار. طيب ليه حد يفكر يمسح ملكة قوية كده؟ زمان قالوا ده انتقام، بس الحقيقة مختلفة خالص. اللي حصل كان خطة منظمة عشان يرجعوا فكرة إن الحكم للرجالة وبس. ما كانش تدمير عشوائي، ده كان حذف مقصود من صفحات التاريخ. حتشبسوت ماتت موتة طبيعية، واختفت شخصيتها الحقيقية لسنين طويلة، لحد ما أخيراً اكتشفوا الحقيقة. سنة واحدة، أيوة ضرس صغير، كان هو المفتاح اللي كشف هويتها. وفي النهاية محاولة محوها فشلت تماماً، وسابت لينا سؤال مهم: هل فعلاً تقدر تمسح حد من التاريخ، ولا الحقيقة دايماً بتلاقي طريقها للنور؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وقول لي في الكومنتات تحب نكشف سر مين في الفيديو اللي جاي.